شيخ السلام عليكم. عليكم السلام كيف ورحمة الحال؟ الله. الحمد إن شاء الله لله. منيح. الحمد لله. شو مبين بعدك بالبقرة؟ انت ايش تتنقوز علي؟ ايه بعد بالبقرة وكم بدك اكون يعني؟ إنه أنت شيخ أنا صرت بتسع جزء. بسم الله ما شاء الله ساحر، يعني اذا انت من انصار رونالدو تسحب. الله يعطيك العافية. الحمد لله. طيب انت خلصت الجزء التاسع، أمم. جاي عم تسأل على حكم معين، حكم فقهي، بتعرف انت القرآن ثلثه احكام، فشيء حلال حرام اختلاف علماء مثلا وقفت عنده بدك تسأل عنه؟ لا أظن لا. يعني انه الاحكام كلها عرفتها ولا لا ما فكرت بشيء حكم معين؟ لا أبدا. طيب الله يعطيك العافية. طيب بلاش الأحكام، شيء آية هيك وقفت عندها خشعت، حسيت قلبك عم برجف عليها، آية معينة هيك حسيت حالك تأثرت كثير فيها لما خلصتها ووقفت عندها وفكرت فيها في أي تأثرت فيها ما ذاكر والله. كمان ولا آية تأثرت فيها؟ طيب بلاش تأثرت، آية بعد ما قرأت طلعت فيها هيك تبسمت، غير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، غير أي هيك مثلا فاذكروني أذكركم، استشعرت أن رب العالمين عم بذكرك فتبسمت. أي مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، طلعت هيك استشعرت أن رب العالمين عم يكفيك فتبسمت. القرآن هيك شيء هيك خلاك تتبسم. لا لا والله. كمان ومبسوط انه خلصنا الجزء الثامن. اسمع يا اخي، ما المهم انت وين عم توصل بالقرآن؟ المهم القرآن وين عم توصل بقلبك. القرآن رب العالمين نزله ليدبروا آياته، والقرآن رب العالمين قال عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انت لازم تقرأ القرآن وتسأل حالك بعد كل آية رب العالمين شو بده مني بهالآية، لحتى تصير تخشع وتتدبر. غير هيك حتقرأ القرآن من الجلد للجلد وما حتخشع ولا حتتأثر. طب شيخ قول لي قرأته. ما تفكر انه لو قرأته راحوا عليك، لا، بتاخذ أجر التلاوة، أجر القراءة، بس ما بتاخذ أجر التدبر. أجر القراءة الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قراءة، بس أجر التدبر ممكن أنت آية فقط تتدبر فيها تاخذ أضعاف أجر القراءة فقط. فأنت بدك تركز إنه قلبك يحيا بالقرآن لحتى يكون القرآن ربيع قلبك. فما تيجي تشوف حالك وين وصلت، ركز وين وصل القرآن قلبك.